حبايبي أبطال الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد الدرس الرابع والأخير في الوحدة الثالثة اللي بيتكلم عن التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة. في الدرس ده يا ولاد هنتعرف على مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وأهمية التكامل بين الدول العربية، وهنتكلم كمان على معوقات التكامل بين الدول العربية وأبعاد التكامل العربي. درس مهم جدا، درس سهل جدا، محتاج بس مننا شوية تركيز علشان نقدر نستفاد يا أبطال. يلا بينا نبدأ مع بعض، نسمي الله ونبدأ. بسم الله. طبعا أول حاجة محتاجك تعرفها في الدرس يعني إيه تكامل يا مستر. التكامل يا ولاد العربي الاقتصادي هو إزالة العقبات والحواجز بين الدول العربية لتسهيل تبادل الموارد والقوى البشرية بينهم. تاني، المقصود بالتكامل العربي الاقتصادي هو إزالة العقبات بين الدول العربية، العقبات والحواجز ما بين الدول العربية علشان يسهل تبادل الموارد والمنتجات والقوى البشرية فيما بينهم. طيب، الدول العربية عندها مقاومات يا مستر لتحقيق التكامل؟ طبعا عندي مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية، واحنا عارفين ان الدول العربية هم 22 دولة. طبعا موجود جزء منهم في الجناح العربي الآسيوي وجزء في الجناح العربي الأفريقي. طبعا المقاومات الطبيعية هي الامتداد الجغرافي الكبير، يعني المساحة الكبيرة اللي موجود عليها الوطن العربي. ايه كمان؟ طبعا الوطن العربي المناطق بتاعته هي أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية. طبعا الدليل إن الجناح العربي الآسيوي غني بمصادر الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي والفحم، ودول الجناح الأفريقي غنية بالمعادن، طبعا الحديد والفوسفات والنحاس والذهب وإلى آخره. كمان عندي الأراضي اللي موجودة في الجناح الأفريقي أو الجناح العربي الأفريقي، موجود فيه كمان أراضي زراعية وثروة حيوانية. دي كلها اسمها مقومات طبيعية بتساعد على تحقيق التكامل ما بين دول الوطن العربي. طيب، المقومات البشرية هي إيه يا مستر؟ وحدة اللغة، التاريخ المشترك ما بين الدول العربية. طبعا الدول العربية 22 دولة بيتكلموا لغة واحدة وهي اللغة العربية. طيب، إيه كمان؟ التاريخ المشترك اللي موجود ما بين الدول العربية. إيه كمان؟ عدد السكان الكبير في الوطن العربي اللي بيترتب عليه إن هي أصبحت سوق واسع، لأنها تضم 474 مليون نسمة. يعني إيه الكلام ده؟ ما دام أنا عندي سكان كتير يبقى أنا عندي استهلاك كتير، فبالتالي هيبقى سوق كبير جدا ل طبعا أي منتج يكون منتشر في هذه المنطقة. طيب، إيه كمان؟ امتلاكها كوادر بشرية ذات خبرة في مجالات متعددة، دي اسمها مقومات بشرية. طب يا مستر التكامل ده مهم؟ طبعا. طب لو جالي سؤال قال لي بما تفسر أهمية التكامل بين الدول العربية، هقول له يساعد على خفض مستويات البطالة والفقر، يعني بيوفر فرص عمل وبيساعد على خفض مستويات البطالة والفقر بين الشعوب. زيادة الاستثمارات والدخل القومي للدول العربية، ما دام أنا عندي مقومات يبقى استثمر وأعمل مشاريع علشان أحقق دخل قومي. أوكي، إيه كمان؟ تنوع الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية. إيه كمان؟ تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة. دي كلها أهمية التكامل بين الدول العربية. طيب، إيه معوقات التكامل؟ يعني إيه الحاجات اللي بتعوق تحقيق التكامل في الدول العربية؟ هقول له طبعا ضعف الإنتاج، تشابه المنتجات في الوطن العربي، ضعف التجارة البينية العربية، الاضطرابات السياسية الداخلية، النزاعات الحدودية بين الدول العربية وبعضها. طيب، تاني معوقات تحقيق التكامل بين الدول العربية، هقول له ضعف الإنتاج، تشابه المنتجات في الوطن العربي، ضعف التجارة البينية العربية، الاضطرابات السياسية الداخلية، النزاعات الحدودية بين دول الوطن العربي. طيب، عندي هنا هل تم تحقيق التكامل العربي؟ في محاولات تمت، زي ايه يا مستر؟ محاولات تتمثل في النماذج التكامل بين كل الدول العربية، منها جامعة الدول العربية، ودي أهميتها دعم العلاقات ما بين الدول العربية. يبقى أنا عندي أول حاجة لتحقيق التكامل إنشاء جامعة الدول العربية.
أهميتها إيه أو دورها إيه؟ دعم العلاقات ما بين الدول العربية وتعزيز التعاون في كافة أو في كل المجالات. طيب إيه كمان يا مستر؟ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، ودي بتهدف إلى تحرير السلع من الرسوم والضرائب، يعني بتحاول قدر الإمكان إن هي طبعا تقلل أو تلغي الضرائب ما بين الدول العربية وبعضها، يعني إزالة الحواجز. أوكي؟ طيب دي اسمها إيه يا مستر؟ نماذج تحقيق التكامل، جامعة الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة. طيب عندي كمان نماذج التكامل بين بعض الدول العربية، هو مجلس التعاون الدولي لدول الخليج، وعندي اتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير اللي تمت ما بين مصر والأردن والمغرب وتونس. طيب إيه كمان؟ عندي أبعاد التكامل العربي، يعني تكامل الأسواق المالية، طبعا التكامل التجاري، تسهيل حركة تنقل السكان بين الدول العربية، وده اللي بيفكروا إن هو ينفذوه في الفترة القادمة بإذن الله. طيب الدرس بتاعنا خلص، سهل جدا، محتاج بس شوية تركيز علشان تقدر تلم بكل المعلومات اللي موجودة جواه. طيب عندي هنا السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية. تعد دول الجناح العربي الآسيوي غنية بإيه؟ الجناح العربي الآسيوي يا مستر، أيوه هقول لك حاضر، غنية بمصادر الطاقة. أوكي. طيب عندي كمان الجناح العربي الأفريقي احنا قلنا غني بإيه؟ غني بالمعادن والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية. طيب أولى محاولات الدول العربية لتحقيق التكامل هي إنشاء إيه؟ طبعا أولى هقول له جامعة الدول العربية، وبعدها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وكان عندي كمان نماذج التكامل هي مجلس التعاون الدولي الخليج واتحاد المغرب العربي واتفاقية أغادير. طيب نختار منهم أي واحدة. السؤال التاني صح أو خطأ؟ يتميز الجناح الآسيوي بوفرة الموارد المعدنية، هقول له الإجابة خطأ، مصادر الطاقة. طيب الجناح الأفريقي هو اللي بيتميز فيه أو يتوفر فيه الموارد المعدنية. اتنين، تتميز التجارة البينية العربية بالقوة، طبعا غلط، بالضعف. ليه؟ لأنه في تشابه ما بين منتجات الدول العربية وبعضها. أوكي. طيب عندي إيه كمان يا مستر؟ السؤال الثالث، ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. يتميز دول الجناح الآسيوي بوفرة، هقول له مصادر الطاقة. وقعت كل من مصر والأردن وتونس اتفاقية التعاون الاقتصادي وهي اتفاقية أغادير. طيب السؤال اللي بعده، بما تفسر أهمية التكامل بين الدول العربية؟ هقول له طبعا بيساعد على خفض مستويات البطالة، أوكي، زي الفقر والبطالة. أوكي إيه كمان يا مستر؟ زيادة الاستثمارات والدخل القومي للدول العربية، تنوع الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية، تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة. طيب أوكي. عندي ما النتائج المترتبة على تشابه الإنتاج بين الدول العربية؟ ما دام في تشابه في الإنتاج هيبقى في ضعف في التجارة، ترتب عليه ضعف التجارة البينية العربية. إيه كمان يا مستر؟ ضعف الإنتاج. أوكي. طيب وطبعا دي من معوقات تحقيق التكامل العربي للدول العربية. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وكمان شاركوني أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. كان معاكم مستر إسلام الهواري.